في الفيديو ده خلينا نشوف ازاي ممكن نعمل الكاروسل افكت جوه سينما 4D. فيلا بينا. هنبتدي اول حاجة بان احنا ننزل فيجر، ونلاحظ ان احنا لما بننزل الفيجر الاكسس بتاعة الفيجر بلانتد او في الزيرو زيرو زيرو بتاع الفايل، وفي الجزء بتاع رجل الفيجر بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. بعد كده واحنا معلمين على الفيجر هننزل كلونر، هندوس Alt ننزل الكلونر. بعد كده خلينا نغير المود من جريد ل راديال، ونخلي الراديوس جواه 300 سنتي، وخلينا نعلي الكاونت لحد 6. لو بصينا بنلاقي ان الفيجرز بتاعتنا كلها باصة على الاكسس بتاع الكلونر، ومش ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزينهم كلهم يبصوا على اتجاه الكاميرا، كلهم هيبصوا في الاتجاه ده مثلا. واحنا معلمين على الكلون هنروح لقائمة موجراف، تحت effectors هننزل target effector. هنلاقيهم كلهم بقوا باصين في الاتجاه المعاكس اللي كانوا هم باصين عليه في الأول. برضو مش ده اللي احنا عايزينه. ممكن نقوم ماسكين التارجت تاج، ولو حركناه لورا كده حوالي 2000 سنتي بتلاقي ان كلهم بقوا باصين ناحية الكاميرا او المكان اللي هيتحط فيه الكاميرا. بعد كده خلينا نتأكد احنا معلمين على الكلونر، وهنروح لقائمة موجراف علشان ننزل بلين افكتور، ويبقى ده اللي هنحط جوه الحركة بتاعتنا. تحت البارامترز تاب هنقفل البوزيشن، وهنيجي على السكيل، هنتشيك السكيل واليونيفورم سكيل، وممكن نكتب 0.5. طبعا نلاقي الافكت على الكلونز كلها. احنا هنبقى عايزين بس الكلون اللي في السنتر ده هو اللي يبقى عليه انيميشن. هنروح لقائمة فيلدز وهننزل بوكس فيلد. لو بصينا هنلاقي ان البوكس فيلد نازل في السنتر بتاع الفايل، مش ده اللي احنا عايزينه. احنا هنبقى محتاجين ان احنا نحركه لتحت حوالي 300 سنتي في الزد بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. هيبتدي التأثير بتاع البلين افكتور يبان. بعد كده خلينا نرجع للكلونر. تحت الاوبجكت تاب بنلاقي ان في بارامتر بتاع اوفست، هندوس عشان نعمل ريكورد للاوفست بفاليو 0، وهنروح عند فريم 30 هنخلي الاوفست ده 60، وهنعمل ريكورد تاني، وخلينا نشوف شكل الانيميشن ده عامل ازاي. هندوس F8 هيبقى عندنا حاجة بالمنظر ده لطيفة. خلينا نقاد حاجة كمان زي delay effector علشان ناخد المود بتاع السبرينج بتاعه. واحنا طبعا معلمين على الكلونر بننزل الديلي افكتور من قائمة موجراف، وخلينا نبلاي الانيميشن كده عشان نشوف شكله عامل ازاي بعد ما نزلنا الديلي افكتور. يعني يعتبر مفيش تغير كبير، علشان احنا لو جينا هنا بنلاقي ان احنا سايبين المود على بلند. هنخليه سبرينج وندوس شيفت اف، وبعدين ندوس F8 هنلاقي عندنا حاجة بالمنظر ده. خلينا نعلي السترنس دي لحد 55%. هندوس شيفت اف تاني وبعدين F8 هيبقى عندنا حاجة بالشكل اللي احنا شفناه دوت. الخطوة اللي جاية خلينا ننزل أول حاجة الباك دروب اوبجكت ونسكيله بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ونبتدي نحركه شوية كده. بعد كده خلينا نروح لأرنولد تاب، وهننزل أرنولد سكاي عشان يبقى فيه لايت في السين. وبعدين هننزل من أرنولد كاميرا برسبكتيف كاميرا. نعلم على الكاميرا وندوس على أي بارامتر فيهم، وهندوس ريسيت أول. بعد كده هناخد الكاميرا نرجعها شويتين كده في الزد، وهنخلي الفوكال لينس 50، ونبص من الكاميرا من الايكون اللي هنا فوق دي. هنرجع تاني للكوردينيت تاب، وهنيجي في الواي و هنرفعها لفوق شوية. نلاقي ان احنا محتاجين نرجع في الزد كمان شوية، حاجة بالفريمنج بالشكل ده كده. بعد كده خلينا ننزل null object علشان يبقى التارجت بتاع الكاميرا علشان الدبس اوف فيلد. ندوس F2 ونجيب النال اوبجكت بتاعنا ونخليه ماينس 300 في الزد. وبعدين نرجع F1 نعلم على الكاميرا. تحت الاوبجكت تاب هناخد النال اللي احنا لسه عاملينه ونحطه في الفوكس اوبجكت. بعد كده هنعلم على
الارنولد تاج، وهنعمل enable depth of field، وبعدين خلينا نفتح الاي بي ار window. هيطلع عندنا حاجة بالمنظر ده كده. طبعا الافكت بتاع ال depth of field مش باين قوي، فخلينا نقلل الفاليو بتاعة الاف ستوب بالمنظر ده. طبعا لقينا ان احنا قللناها قوي، ممكن نخليها 0.3 او يعني على حسب ما تحبوا انتوا عايزين الافكت يبقى ظاهر بانتنسيتي عاملة ازاي. وده كان كل اللي احنا هنقوله علشان نعمل الكاروسل افكت جوه سينما 4D.